مساكم الله بالخير. ألاحظ الفترة الأخيرة انتشرت في تويتر وفي الانستغرام وفي بعض مواقع التواصل الاجتماعي صور غريبة. يطلع لك صورة يقول لك انظر ولية عهد هولندا تذهب بابنتها إلى المدرسة بدون حراسة. يا سلام على الحنية. انظر لرئيس وزراء اسبانيا يقف في الطابور لاستلام راتبه من ماكينة الصراف الآلي، طبعا بدون حراسة. ها، مساء الخير. انظروا لملكة الدنمارك وهي تشتري الخبز من المخبز، يعني اقسم بالله لو انا متخلف ما اصدق الكلام ده. اول حاجة، هذه شخصيات عامة لابد ان تخضع للحراسة لانها قد تتعرض لاعتداء خطير ارهابي، وهذا امر واضح يعني. الناس هذه تلتقط هذه الصورة مرة أو مرتين في السنة لأسباب شعبوية، لمسألة مرتبطة بتحسين الصورة العامة في الداخل فقط. مش ممكن شخصية سياسية أو شخصية عامة في العالم أن تتواجد في مكان واحد مرتين أو ثلاث مرات متتالية. واضح؟ يجي رئيس وزراء بريطانيا يقول لك شوفوا قاعد يجري في هايد بارك. ايه الهايد بارك؟ انت عارف كم حجمها وايش مساحتها وايش الموقع اللي ممكن يكون متواجد فيه ومتى؟ طبعا السالفة لا هي إعجاب بولي عهد هولندا ولا بملكة الدنمارك، هو اللي قاعد يغرد بالكلام ذا يبغى يسقط على الوضع العربي، هذا قضيته كلها. يعني كأنه يقول يعني أي شخصية عامة في العالم العربي المفروض أنه يوقف الطابور عند الخباز. أبد بيجي واحد يفجر نفسه في عادي، مش مهم، بس المهم أنه يوقف الطابور. يا سلام. هدفي من السنابة هذه أني أقول للناس اللي يشوفون المناظر هذه وكيف يضحكون علينا بهالصور والبوسترات، كل البوسترات دي غير حقيقية، غير حقيقية. بس عايشين لسه يبون الناس بطريقة التراث اللي نسمعها، ان الناس تقعد دون حراسة. الدنيا تخوف الان وفي اعادي كثير. ها، تقديم الشخصيات العامة انها متواضعة في دول وتروحون لحالهم، هم مستهدفين بالارهاب. ايش كيف شخصية عامة تمشي بدون حراسة؟ يجي واحد يقول لك طيب يا ابو بدر انت ما شفت الصورة كيف انه بدون حراسة؟ اول شيء انت ما شفت الا كادر صغير. نمرة اثنين، كل اللي حواليهم حتى الزبال اللي في الشارع هذا امن، اللي تشوفونه في الصور الاجنبية يعني. لذلك أتمنى أن يكون إخواني اللي يشوفون هذه الأشياء يكونوا حذرين في الانتباه للأهداف اللي يتم ترويج هذه الأكاذيب علينا فيها. ها؟ لازم حق يجي واحد يقول لك رئيس وزراء راح ياخذ راتبه من الصراف. رئيس الوزراء ما راح ياخذ راتبه من الصراف، ما راح يجي بالطريقة هذه. يعني حتى ممكن يعطي الشيك للشخص يروح يصرف له الراتب، يعني ما زبدة. ماني مطول عليكم. لا أحد يبيع لنا هالبضاعة القديمة هذه، قبل أربع خمس سنين كانت تمشي على الناس في بداية السوشيال ميديا. الحين الناس تفهم، بطلوا البضاعة الرديئة. عارف اكثر حاجه عاد تضحك لما يجيك بعض، مش كل، بعضهم يعطيك درس في تنميه الذات والنجاح. تقول له طيب الاخ انت نجحت في ايش؟ ولا شيء. تجي تقول له طيب ما دامك انت ما نجحت في ولا شيء، يجي قاعد تعطي الناس دروس في النجاح كيف يعني. يقول لك اكل عيش، نبغى ناكل عيش على كتابين نبيعهم. هذه يسمونه بيع الوهم. زي بعض المعاهد الخاصه اللي تقول لك تعال نعطيك دبلوم مش عارف ايش ودبلوم مش عارف ايش، وكله ولا حد ولا له قيمه، ولا له قيمه. بيع الوهم مشكله. زي اللي يطلعون كتب كيف تصبح ناجحا خلال اسبوعين، كيف تصبح غنيا خلال اسبوع. طب صاحب الكتاب اصلا كان شحات يعني قبل الكتاب. ما النجاح ما راح تلاقيه في كتاب تشتريه من معرض الكتاب ولا من مكتبة. نجاح يبي له دح، تعب، شغل واحباطات وتقاوم الاحباطات. يجي واحد يقول لك طيب انت الحين تقدم نفسك انك ناجح. انا ما اقدم نفسي اني ناجح، بس ما اقدم نفسي اني فاشل. وعشان تقدر تتجاوز المرحلة لازم تكون فشلت كثير. ها، لا تصدق ان في احد نجح بدون ان يفشل كثيرا. الخبرة وش هي؟ الخبرة اساسا ايش؟ هي مجموعة اخطاء وفشل متراكم انتهى بالنجاح. بالتالي ما يجي احد يقدم لنا عصارة جهده في مقاومة الفشل وهو اصلا لم ياخذ اي محاولة. كل قصته قدرة على التعبير وكتابة كتاب. الجميل بعض السنابات تلاقي واحد عمره 25 26 سنة ويعطي دروس في كيفية النجاح في العمل. انت اشتغلت اساسا يا صديقي؟ يعني ايش عصارة خبرتك اللي قاعد تقدم لنا؟ يعني عمرك 25، طلعت من الثانوية عمرك 18، على ما لقيت شغل عمرك 20، هذا بالثانوية. 5 سنين ثانوية جيت بيها. شايفين الوضع اللي احنا فيه الحين، الوضع الاقتصادي والدنيا الناشفة هذه. هذه نفس قريبة من نفس فترة الثمانينات لما أول ما دخلت سوق العمل، نفس الطريقة. سبحان الله. في نص الثمانينات كانت الدنيا ناشفة، بداية التسعينات بتتحسن، بعدين منتصف السنوات فوق، بعدين طلع حبة فوق حبة. بالتالي الآن إذا كان في مشكلة بطالة حقيقية وأنت تشعر أن فرص الوظيفية محدودة، أنا أعتقد إن شاء الله راح تزين الأمور، راح تزين بإذن الله.
تقول لي طيب على ايش المعطيات اللي بناء عليها انت اعتقدت ان الامور بتزين؟ لان الامور بتزين، لازم تزين، ما في حل، لازم تزين باذن الله، لازم تزين. بس امنياتي انه يدعم القطاع الخاص بسرعه، لان القطاع الخاص هو اللي قاعد يوظف الشباب. على الاقل نوقف عمليه انهاء الخدمات اللي موجوده ونعطي فرص للناس اللي توهم متخرجين. في ناس يقولون راح تتحسن الأوضاع المالية والتوظيفية في 2020. لا، صعب، من 17 ل 20 ننتظر 3 سنوات، لابد أن يكون إن شاء الله في حلول أسرع. عموما طولت عليكم، أنا ما أحب يكون عندي سنابات كثيرة كذا ورا بعض، لكن موضوع سحب موضوع. الله يوفق الجميع، تحياتي لكم.